كل الناس الايام دي بتدور على الجرو قبل المظهر الخارجي، بس نسينا اننا لو غيرنا العلبة من بره من جوه هتفضل فاضية. يعني لو غيرت شكلك ولبسك او طريقة كلامك كل ده مش هيعمل الجلو اب الحقيقي طول ما غيرتيش طريقة تفكير. وانا مش بقول ان المظهر مش مهم، بالعكس هو مهم وبيدي انطباع اول، بس الاهم هو اللي جوه. لان بصراحة كده في ناس شكلها حلو بس ما تطلعش. هلو ماي فريندز، النهارده موضوعنا عن الجلو اب لعقليتك. حبيت انزل الفيديو ده لان في فيديوهات كتير اوي بتتكلم عن تغيير الشكل وازاي تعملي جلو اب لشكلك، فانا قلت ليه ما اعملش فيديو جلو اب بس للعقل. طبعا لو عايزه تفهمي نفسك وتعتني بيها بجد تابعيني عشان تستفادي بكل جديد، ويلا بينا عشان ما نطولش. عشان نبدأ الجلو اب الحقيقي لازم نتخلص من النقطة دي، لازم نتخلص من نقطة المقارنات ببنات السوشيال ميديا او في الحقيقة. اما لو مثلا بنشوف بنات السوشيال ميديا او مسلسلات او الافلام بنفضل نبص ونقول يا بختها، شايفين هي حلوة ازاي وقوية وزي شخصيتها تجنن، يا ريتني شبهها. والنتيجة ايه؟ كتير من البنات بيشوفوا نفسهم مش حلوين، تبدأ ثقتهم بنفسهم تتهز ويحسوا ان شكلهم ولا حاجة جنب بنات السوشيال ميديا. والمشكلة اننا بنقتنع بالفكرة دي وبنصدقها، وده بيبدأ يأثر على حياتنا يوم. فبتلاقي نفسك تشوف اي حد في الشارع او في الجامعة احسن منك في الشكل والشخصية وفي كل حاجة. بس احنا في نقطة مش بناخد بالنا منها، هي اننا بنقارن نفسنا باشخاص في احسن نقطة عندهم. يعني احنا مش بنقارن في اسوأ نقطة عندنا. عارفين ايه المشاكل اللي عند الشخص اللي قدامنا، احنا بس شايفين النجاحات اللي حققها او النقط المميزة اللي فيه. يعني احنا مثلا بنشوف بنات السوشيال ميديا قد ايه هم حلوين، بس احنا منعرفش شكلهم الحقيقي من غير فلاتر او ميك اب. اغلبهم بيكونوا عاملين عمليات تجميل وانا طبعا مش قصدي اقلل من حد ولا اتدخل في حياة حد، كل واحد حر. بس انا بوعيكي ان مش كل اللي بنشوفه حقيقي، احنا بس بنشوف 5% من حياتهم، 5% المثالية اللي هم اختاروا يوروها لنا. يعني ممكن تشوفي واحدة بتصور البحر وقد ايه هي مستمتعة بوقتها في البحر، وهي في الحقيقة قاعدة قدام التلفزيون وبتتفرج على فيديو للبحر. معرفش ايه المثل الغريب ده يا جماعة، بس بتحصل. فبدل ما تقارني نفسك بيهم مقارنة غير عادلة، افتكري ان مفيش حد كامل وكل شخص عنده حاجة ناقصة، ممكن تكون مش باينة او انتي مش شايفاها، او ممكن يكون هو مش بيظهرها، لكن كل شخص عنده مشاكل في حياته، وده اللي لازم نكون مقتنعين بيه. يعني ممكن تكون انتي عندك ميزة هو نفسه يكون عنده نفس. عشان كده بدل ما نضيع وقتنا اننا نحاول نكون شبه ناس او نكون نسخة من ناس على السوشيال ميديا او في الحقيقة، ركزوا على نفسكم وركزوا على النقاط الكويسة اللي فيكم وطوروها عشان تخلوها احسن نسخة من نفسكم. تاني حاجة ودي تفرق قوي معاكي لو عرفتيها، وهي ازاي تتعاملي مع مشاكل. كم مرة حسيتي انك مخنوقة فجأة ومن غير سبب، حاسة بحمل تقيل على قلبك وافكار سلبية كتيرة قوي مالية دماغك، زي انك فاشلة وانك مش هتحققي احلامك وان ليه ده كله بيحصل معاكي انت. المشكلة اننا لما بنمر بده اول حاجة بنعملها اننا بنروح نشتكي، وبصراحة كده الناس مش دايما هي الحل، لان في اللي هيشوفك عاملة دور الضحية وفي اللي اصلا مش هيهتم. سؤال حلو ده، مش طب نعمل ايه لو احنا محكيناش مع حد؟ نكتم في نفسنا؟ لا، مش بقولكم اكتموا في نفسكم، بس انا هقولكم حل تاني، وهو انك لما تحسي بالخنقة دي قومي صلي وادعي ربك، ادعي ربنا ان يفك كربك ويهدي سرك. محدش هيحس بيكي ولا يسمعك قد ربك. واقري القرآن، لان في علماء كتير اتفقوا ان القرآن ده بيساعد على التهدئة وتقليل التوتر والقلق. القرآن ده بيدي راحة نفسية وتسيير للأمور اللي بتحسي انها مقفولة في وشك. تاني حاجة، كل فترة اقعدي مع نفسك وفهمي انت عايزة ايه وناوية تعملي ايه، وبلاش تحبطي نفسك او تقللي من قيمة نفسك. افتكري الحديث الشريف اللي بيقول ولا يحقرن احدكم نفسه، انت عندك قيمة عليك، ما تخليش اي حد ينزل منها او ما تخليش اي حد يتعدى حدوده معاكي ويشككك في نفسك، وبلاش انتي تشكي في نفسك وتقسي عليها. تالت حاجة، خليكي واعية بمشاعرك، خليكي واعية امتى تعبري عنها وتطلعيها وامتى تحافظي عليها وتحافظي على هدوء. وبلاش تكوني شخص انفعالي زيادة عن اللزوم ولا تكوني شخص بارد، خليكي في الوسط كده، خليكي شخص يعرف يتصرف مع الموقف اللي قدامه صح.
دايت العقل. زي ما جسمك بياكل عقلك برضو بياكل، وزي ما الفاست فود بيضر جسمك المحتوى الفاضي بيضر عقلك. وطبعا انا مش هقول الجملة الشهيرة هي ان احنا نسيب الموبايل، لان محدش الصراحة بيعمل الجملة دي حتى انا. بس احنا ممكن نغير حاجتين، وهما المحتوى اللي بنشوفه والوقت اللي بنقعده. المحتوى اللي بنشوفه مش دايما لازم يكون متمحور حوالين اخبار المشاهير والجيمز والموسيقى والحاجات دي. حاولي تغيري محتواكي وتخليه محتوى مفيد، مليان بودكاستات بتعلمك حاجات جديدة وتعليم لغات جديدة. لازم يكون محتواك مفيد، تسمعي حاجات مفيدة تعلمك حاجات جديدة وتعلي خبرتك في حاجات معينة. وبالنسبة للوقت، بدل ما تقعدي 5 ساعات على الموبايل، وانا مش ببالغ، في ناس بتقعد اكتر من 5 ساعات الصراحة كمان. واقولك كمان يومك ايه بيكون في ال5 ساعات: تزعلي تمسكي الموبايل، تفرحي تمسكي الموبايل، تتخنقي تمسكي الموبايل، تملي تمسكي الموبايل، واول ما تصحي تمسكي الموبايل عشان تشوفي برضو مين اللي بعتلك. واكيد يعني مش تصحي ولازم تشوفي مين اللي بعتلك. وقبل ما تنامي كمان لازم برضو تمسكي الموبايل عشان تظبطي منبه عشان تصحي بدري. اكيد يعني مش عشان تتفرجي يعني ابدا. وبرضو في بنسبة 0.00001 من البنات مش بتعمل كده، وانتوا الصراحة تستاهلوا تحية. بس بجد ما تخليش حياتك كلها متمحورة حوالين الشاشة، تخيلي كده ان ما عندكيش موبايل. واعتقد كده ان اغلبنا واحنا صغيرين ما كانش عنده موبايلات، فكنا عادي بنخترع العاب وبنقعد نلعب وكأن يومنا مليان بالمغامرات. فخليكي تخيلي انك انتي ما عندكيش موبايل، كنت هتعملي ايه؟ دايما طوري من نفسك وما تزهقيش وما تحديش وقت التطوير، لان عارفة ان في بنات كتير بتقول هبدأ تطوير الجمعة دي، وبعدين الجمعة دي تجيب الجمعة الجاية، والجمعة الجاية تجيب أول الشهر، وأول الشهر يجيب أول السنة الجاية. اوكي، في ناس كتير بتعمل لكم انك لو عايزة فعلا تحسيني نفسك في حاجة مش هتستني وقت معين، انت ممكن تبدأي الساعة 4 الفجر عادي. فالتطوير مش بيستنى اي وقت، التطوير بس عاوز انضباط، وعايزك انك دايما تكوني منضبطة على الحاجة دي، وانك كل يوم تعمليها، وتحفيز، عايزة تكون عندك محفزات قوية انك تعملي الحاجة دي. واحنا مش بنعمل التطوير ده عشان الناس، احنا بنعمله عشان نفسنا، عشان نكون احنا في وضع راضيين فيه عن نفسنا. وبس، ده كان فيديو النهاردة، واتمنى يعجبكم واستفدتوا منه. اكتبولي في التعليقات حابين الفيديو الجاي يكون عن ايه، واشوفكم في فيديو جديد.